سفاح الشواذ. انا نفسي زيكم كده بالظبط ما كنتش مصدق. في سنة 2016 محافظة اسكندرية كلها كانت عايشة على اعصابها، مش بسبب حرب ولا ارهاب، ولكن بسبب شخص عادي محدش كان يتوقع ان هو قاتل متسلسل. والاغرب من كده ان الضحايا بتوعه كانوا بيفتحوا له الباب بنفسهم. القصة دي حقيقية واتسجلت باسم هز مصر وقتها، سفاح الشواذ. البداية كانت من شقة هادية جدا في منطقة محرم بيك في اسكندرية. بلاغ وصل الشرطة ان لقى راجل متوفي داخل شقته اسمه وحيد عنده يجي 50 سنة، لكن اول ما رجال المباحث دخلوا فهموا ان الموضوع مش وفاة عادية. الجثة كانت مربوطة بطريقة مرعبة بفوطة حوالين الرقب وفانيلا ملفوفة حواليها باحكام، والمكان هادي جدا، مفيش تكسير ومفيش سرقة ومفيش اي مقاومة. وده معناه شيء واحد بس، ان اللي قتل دخل الشقة وهو مرحب بيه، يعني كان من دايرة معارف القتيل. لكن التحريات كشفت شيء غريب جدا، كان عايش لوحده وكان الناس بتقول عليه ان في شباب كتير بتدخل وتخرج عنده من الشقة. لكن في يوم الجريمة احد السكان لمح شاب نازل من على السلم بيجري بسرعة وبيتلفت حواليه بشكل مريب. الكاميرات اتراجعت وهنا ظهر الاسم اللي قلب القضية كلها. رجب عنده 41 سنة، مسجل خطر وسبق اتهامه في قضية سرقة وسلاح. اتقبض عليه وفي الاول حاول ينكر، لكن مع ضغط التحقيقات انهار واعترف بكل حاجة، واللي اعترف بيه كان ابشع من اي حاجة تتخيلوها. رجب اعترف انه ما قتلش شخص واحد او اتنين، ده اعترف انه قتل 5 اشخاص بنفس الطريقة. والنمط بتاع الجرائم بتاعته كان كالتالي: يتعرف على ضحاياه، يكسب ثقتهم، بعد كده يدخل معاهم الشقة بكل هدوء وفجأة يتحول لشخص تاني تماما، اعتداء ثم سرقة ثم قتل بدم بارد، وبعدها يخرج من المكان كأن مفيش اي حاجة حصلت. لكن الصدمة الحقيقية كانت في رأي رجب في الناس دول لما سألوه ليه كنت بتعمل كده. رد ساعتها بمنتهى البرود وقال: كنت بكره النوع ده من الناس وباخد كل اللي معاهم، من غير خوف او تردد، وكأنه بيتكلم عن حاجة عادية. يعني هو كان مقتنع باللي هو بيعمله. وقتها اسكندرية كلها كانت في حالة رعب، كل جريمة جديدة بنفس الطريقة كان الناس كلها بتقلق. وفي المحكمة عرضوا عليه صور الضحايا، كل اللي كان في القاعة كان مستني ساعتها يشوفوا على عينيه نظرة ندم واحدة، لكنه بص ساعتها للصور وقال جملة صدمت كل اللي في القاعة بالكامل: انا خلصت عليهم وضميري مرتاح. وفي النهاية القاضي حكم عليه بالإعدام، وأصدرت الستار عن واحدة من أشهر الجرائم في اسكندرية، لأنه ما كانش مجرد سفاح عادي، ده كان بيقتل نوع معين من الناس. وبس كده، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والفولو وتتابعوني عشان تشوفوا قصص زي كده كتير، وتتفرجوا على القصص اللي فاتت. سلام.